في لحظة غضب واحدة ممكن تخسر كل حاجة. كلمة واحدة وانت مش متحكم في نفسك كفيلة انها تهد حياتك كلها. عشان كده السيطرة على مشاعرك مش رفاهية. في حياتنا اليومية مش دايما كل حاجة بتمشي زي ما احنا عايزين، وفي اوقات كتير كمان بتلاقي نفسك في مواجهة مشكلة، ولو انت شخص عصبي او حتى بتتوتر بسرعة او بتخاف فده هيعطلك عن حاجات كتيرة جدا. لان المواقف الصعبة مش مجرد حاجة بتيجي كل فين وفين، بل دي جزء من الحياة. وعشان كده في فيديو النهاردة هقولك ازاي تتعامل مع اصعب المواقف وتقدر تتحكم في مشاعرك، لان اللي بيتحكم في مشاعره يقدر يتحكم في العالم كله. أول حاجة معانا واللي لازم تفهمها كويس جدا وهي إن المشاعر مؤقتة. كل المشاعر لحظية، بتطلع وتوصل للقمة وبعدها بتختفي. إنما ردة الفعل اللي بتيجي بعد المشاعر لو كانت خطأ هي اللي توابعها ممكن تفضل موجودة. الوجع والغضب وحتى الخوف كل ده بيعدي، لكن رد الفعل اللي بيجي بعد المشاعر هو اللي ممكن يفضل معاك سنين. ناس كتيرة خسرت علاقات وفرص أو حتى خسروا نفسهم مش بسبب اللي حسوه، لكن بسبب اللي عملوه وهم حاسين بشعور سيء. وحتى في بعض الأوقات مش شرط يكون السبب شعور سيء، بل أحيانا بيكون بسبب الفرحة المبالغ فيها. خليك عارف حاجة مهمة جدا، الغلط مش في إنك تتأثر، الغلط إنك تتصرف وإنت متأثر. ساعتها إنت بتدي السيطرة للمشاعر بدل ما تفضل انت اللي ماسك الخيوط. الذكي مش اللي ما بيحسش، الذكي هو اللي يعرف ان عاصفة المشاعر دي مؤقتة وبتعدي ويقرر يفضل ثابت لحد ما يهدى. المشاعر زي النار، سهل جدا تسيبها تاكلك وسهل برضو تتحكم فيها وتستخدمها، بس اغلب الناس بيختاروا انهم يسيبوها تولع فيهم، وده لان العقل في لحظة الانفعال بيختفي وبيسلم القيادة للمشاعر. ده غير ان عقلك في اي موقف دايما بيصدر لك اسوأ السيناريوهات وبيضخم لك المشكلة، وده بالطبع بيزود عندك التوتر وبيخليك مجرد أداة عند أفكارك. وبعد ما تهدى عقلك بيسيبك تتفرج على الخراب اللي عمله فيك. الناس الضعيفة بتصدق اللي بتحسه أكتر من اللي تعرفه وبتشوفه. بتخلي لحظة ألم واحدة تمسح شهور من الصبر، وبتخلي لحظة غضب تمسح سنين من المجهود. صدقني بعد ما توصل لهدفك هتنسى كل المشاعر السيئة اللي حسيت بيها في الطريق وحتى الألم اللي انت حسيت بيه. وعشان كده القوة الحقيقية مش في انك ما تتأثرش، القوة انك تفضل متماسك. اللي بيتحكم في مشاعره بيتحكم في العالم، لان الناس كلها بتتحرك ورا شعورها، لكن اللي بيقدر يوقف نفسه وقت الانفعال هو الوحيد اللي يقدر يشوف الصورة كاملة وياخد القرار الصح في اللحظة الغلط. فلما تحس انك عايز ترد بسرعة ولما تحس انك عايز تنهار خليك واقف، لأن اللي بيسيطر على ردود أفعاله هو اللي بيكسب المعركة. أوقات كتير ردات فعلنا ومشاعرنا بتكون نابعة من حاجات اتعودنا عليها في طفولتنا، والحاجات دي كانت خطأ أساسا، زي العيش والملح بين الصحاب ويمشي جنب الحيط، وإن اللي بيكون جدع مع الناس وبيساعدهم برضه هيجي اللي يساعده. ويمكن الحاجات دي كانت صح فعلا في وقت ما، رغم إني برضه مظنش، بس على العموم كل ده ما بقاش موجود دلوقتي. وطبيعي كرد فعل من عقلك لما يلاقي حاجات اتبرمج عليها بتتهدم قدامه بيبقى فيه نوعين من ردود الافعال، اما التأقلم مع الحقيقة او حرب بين افكارك الداخلية اللي اتربيت عليها وبين عقلك اللي شايف الواقع قدامه. واللي بيختار الحرب دي بيعيش طول عمره مكسور ومتناقض، لان جزء منه لسه عايش في الماضي اللي اتبرمج عليه. بس في الحقيقة الدنيا مش ماشية بقوانين أخلاقية، بل ماشية بقوانين القوة والطبيعة. اللي بيعرف يسيطر هو اللي بينجو، واللي بيعرف يتحكم في نفسه وفي الناس هو اللي بيكسب في الآخر. بس لما عقلك يبدأ يشوف إن كل الكلام اللي اتربيت عليه بينهار بيحصل خلل جواك. عقلك مش فاهم إزاي الناس المؤذية دي عايشين مرتاحين، إزاي الغشاش ناجح وعايش عادي جدا، وإزاي أي شخص طيب وغلبان وفي حاله هو أكتر شخص بيتأذي. بيحصل انفجار داخلي جواك، صراع بين الاتنين اللي جواك، واحد لسه متمسك بالقيم والتاني بيحاول يتأقلم مع الواقع اللي مليان قذارة. وده أخطر صراع ممكن يمر بيه الإنسان. لكن أول ما توصل وتفهم اللعبة وتتقبل إن الحياة مش عادلة هتحس بالراحة، راحة لأنك بطلت تحارب الواقع، بطلت تنتظر من الحياة إنها تكون لطيفة عليك،
بطلت تديها اكتر مما تستحق، وساعتها هتعرف تتحكم في مشاعرك بجد، لانك بطلت ترتبط بوهم. واكتر حد بيسيطر على نفسه هو اللي فاهم ان الدنيا مكان قاسي، وبيبقى متوقع ان اي حاجة تحصل. ومش شرط انك تكون طيب وغلبان او تكون شخص سيء جدا، المهم انك تكون واعي. اللي اتربينا عليه كان مثالي، بس العالم اللي احنا فيه دلوقتي ملهوش اي علاقة بالمثالية. في المواقف الصعبة الناس بتتصرف بسرعة، وهي دي أول غلطة بيقعوا فيها. الاستعجال في ردة الفعل بتخليك دايما في موقف الضحية، لكن البرود هو سلاح المتحكمين. خد وقتك قبل ما ترد، قبل ما تنفجر، قبل ما تاخد أي قرار. في اللحظة اللي الكل بيغلي فيها انت لازم تكون الشخص البارد. البرود هنا مش معناه انك تكون متبلد أو شخص أبله، لكن انك تكون اقوى من احساسك. انت المتحكم الوحيد في مشاعرك. الناس اللي بتتعصب وبتتكلم اكتر من اللازم بتخسر السيطرة وصورتها بتتهز قدام الناس. ومش بس العصبية، حتى التوتر والقلق والخوف كلها مشاعر مضرة، وللأسف مش بتفيد بحاجة، بل بتأخرك أكتر عن الوصول لهدفك. الخوف والغضب ممكن يكون مبرر شوية لو من الفشل مثلا، ولكن ده في حالة إنك خليته كوقود يدفعك لقدام، وده بيكون في حالات قليلة جدا. وفي أغلب المواقف لما بتفضل ساكت اللي قدامك بيبدأ ينهار وبيبدأ يتوتر، لأنه مش فاهم انت بتفكر في ايه، مش عارف ردة فعلك هتكون عاملة ازاي. السكوت في اللحظات اللي الكل بيتكلم فيها هو نوع من انواع القوة النفسية. البرود هنا مش تبلد، ده تحكم. كأنك بتقول لنفسك انا مش هسيب مشاعري تسوقني. خد وقتك حتى لو الكل مستني ردك. فكر وراقب وحلل، لان اللي بيتصرف وهو هادي دايما بيكسب. واللي بيتعلم يسيطر على انفعالاته مش بس بيتحكم في نفسه، ده بيقدر يتحكم في كل حاجة حواليه. الهدوء ده هو اللي بيخوف، هو اللي بيخلي اللي قدامك مش قادر يفهمك ويفكر 1000 مرة قبل ما يهاجمك. خليك بارد، لان ده اول طريق للسيطرة على العالم. ولو عاوز تتعمق اكتر في البرود وتعرف ازاي ممكن تكون بارد، انصحك تشوف الفيديو الكامل اللي كنت عامله عن الموضوع دوت. صدقني هيفيدك جدا. لو وصلت للنهاية فده معناه انك شخص بيدور على الحقيقة. ولو مهتم تفهم اكتر عن علم النفس الاسود وفن التلاعب بالبشر، اشترك في القناة، لان اللي جاي هيغير نظرتك للعالم تماما.